السلام عليكم ورحمة الله. شفنا كلنا مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 7-6. كان ماتش حلو. كان فيه كورة كويسة، نقدر نقول ممتازة كمان من النادي الأهلي في الشوط الأولاني، وكان يقدر يخلص الشوط 3-4 مستريح. كان عنده انفرادين واضحين لحسين الشحات والوسام، والفاول بتاع يحيى عطية الله اللي جه في القائم، وبعديه فاول وسام برضو اللي برضو حك في القائم وطلع. وكمان في كور، يعني كرة مثلا حسين الشحات اللي حب يعملها دبل كيك دي، يعني كان فيها عايز يعمل لها شكل اكتر من انه يأكد على انها هدف. يعني كان بس يعني ببساطة يخرج ثلاثة. الشوط الأولاني كان الأهلي يقتل الماتش ويخلصه، ولكن الزمالك برضه أنا بحييه على مجهوده في الماتش وعلى لعبه تحت الضغوط اللي كان فيها، بخصوص حبس الثلاثي عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي واللاعب الثالث وعماد ونبيل عماد دونجا. آه، كان ليهم تأثير طبعا، غيابهم تأثير على الفرقة، مش ان هم ما كانوا موجودين دونجا وشلبي كتأثير في الفريق. لا، مش قصدي كده، قصدي ان هم ليهم تأثير سلبي على الفرقة بسبب الموقف اللي هم فيه، واللي طبعا الفرقة كلها متأثرة بسببه. ولكن أدوا ماتش كويس وكان فيه مجهود كبير، وكان الزمالك طبعا بادئ بشكل سيء جدا بسبب تعديل جوميز بلعب ناصر ماهر على الشمال. ولكن لما رجع ناصر ماهر ونزل مشلاك وشال زياد طارق ده المعار من انبي، الزمالك اتظبط في نهاية الشوط الأولاني، وقدر إن هو يجيب جون واتلغى. والغريبة في جون الزمالك اللي اتلغى إنه الزمالك ما اتلغى هدف لبيراميدز في ماتشه مع الزمالك، وكان كفيل بإنه ما يصعدش الزمالك للنهائي، واتلغى بالفار بعد 30 ثانية تقريبا من المراجعة. فيجي لك واحد زي الأستاذ أحمد الخضري الصحفي الزملكاوي يعترض على إلغاء الهدف بتاع الزمالك في الأهلي. فالكرة ليه مع بيراميدز قال لك اوفسايد صريح 100%، واضحة ومش محتاجة و مع ان يعني 500 واحد 500 ألف واحد قالوا ان الكرة جول، ووصلت الزمالك الإلغاء ده، وصل الزمالك ضربات جزاء وكسبوا ولعبوا قدام الأهلي في النهائي. وبرضه في الكرة برضه بتاعت الأهلي يقول لك لا أنا شايفها جول 100%. طب ما هو نفس الفار اللي أنت قبلت بيه في بيراميدز اللي لغى الجول لصالحك، هو نفسه الفار اللي لغى الجون بتاعك مع الأهلي. اشمعنى موافق على دوت ورافض دوت؟ الناس اللي بتطلع في الإعلام من الصحفيين، وخصوصا واحد زي أحمد الخضر اللي له رواد وليه متابعين، وبرنامجه على اليوتيوب كمان مع الأستاذ محمد القوسي، برنامج ليه مشاهدات كبيرة. فالمفترض ان هم يبقوا الناس اصحاب الكلمه دول ما يعني ما يكلوش بمكيالين، لان هم بيمشي وراهم ورا رايهم ناس كتير. فالمفترض ان هو يقول رايه، يعني يبقى راي صادق، ما يبقاش راي يعني ايه يعني يعني في الهوى انا بشجع مين فيبقى رايي في صفه. لازم تقول الراي الصح اللي ليك واللي عليك، ورزقك على الله يا اخي. هو يعني ضيف دايم في برنامج بوكس تو بوكس مع شبان، يعني واضح طبعا انه تعاقد لانه باستمرار موجود. فانت راجل ليك كلمة وبتطلع في التلفزيون وليك برنامج على اليوتيوب وصحفي فلازم يكون ما تبقاش يعني خليها زي ما انت قبلت بيها في صالحك، تقبل بيها لما تكون ضدك. ما تجيش لما تكون ضدك تقول لا وانا شايفها جون 100% ومعترض ومش موافق. الحكم اللي حسب هنا واحد زيه حسب هنا، هو نفسه الفار هنا هو الفار هنا. اشمعنى بتقبل بدي وبترفض بدي؟ فزي ما بقول لكم تعديل الزمالك اللي عمله جوميز بخروجنا بخروج زياد كمال ونزول مشلاك يلعب في الشمال ورجوع ناصر مان نص الملعب،
فرق كتير مع التيم، وحسن من اداء الزمالك. ف ولكن الاهلي برضو بقول لك تاني كان يقدر يخلص الشوط الاولاني 3-0، اقل حاجه يعني 2-0، يعني عشان نبقى ما نبقاش جايين على الزمالك. كان 2-0 كانت طبعا هتقتل المباراه. ولكن تتفاجئ بان الماتش بيفضل ماشي لحد ما يوصل لضربات الجزاء، ويبتدي جمهور الاهلي كله يعني يحس بمرارة هزيمة السوبر الافريقي بضربات الجزاء، ويتذكر هذه الواقعة اللي لسه ما عداش عليها اسبوعين. فطبعا تعمل توتر للجماهير، واكيد كانت عاملة توتر للعيبة، ويعني كانت تقلق، لان ضربات الجزاء ما فيهاش حظوظ. ودينا شفنا يعني ضربات الجزاء ابتدى قفشه وجابها، وبعدين عبد الله السعيد واحرزها. طبعا عبد الله السعيد ده متخصص ضربات جزاء، يعني ياما جاب ضربات جزاء، يعني نادرا لما بيضيع. وبعدين شاط عمر كمال وجاب، وبعدين المسلوسي ضيع. طيب الحمد لله الاولانيه ضاعت من الزمالك اهوت، يعني كده الاهلي بقى خلاص. يشوط بقى مروان عطيه قدامه حسام عبد المجيد، ويشوط السوليه قدامه ناصر منسي، كلهم يجيبوا لحد ما نوصل للضربه الخامسه والحاسمه بتاعت رضا سليم، اللي لو جاب خلص الماتش، ما نحتاجش الزمالك يشوط، ويبقى الاهلي فاز بالسوبر. وطبعا رضا سليم بسبب ركنته على الدكه، و يعني صدى من الركنه. اما كولر بيفتكروا يعني، بصراحه كولر فيه يعني فيه تاثير كبير مع كذا لاعب مهمين وعلى مستوى ونجوم في فرقهم قبل ما يجوا للاهلي، وجوم الاهلي اتطفوا بصراحه. ده لازم يعني الاداره تشوف حل مع كولر في اللعيبه دي. ما ينفعش كهربا ورضا سليم وغيره ما ينفعش لعيبه تتركن كده. كوكا ده اللي لعب ما بقاله قد ايه ما بيلعبش، بيديله على فترات برضو. عايزين اللعيبه دي رجليها في الملعب على طول، على طول، ده ياخد شوط ده ياخد شوط، طالما اللعيبه على نفس المستوى. بتفضل راكن واحد ليه بتغير في الدقيقه 70؟ ما تغير الشوط من اول الشوط. ليه بتسيب لعيب مستواه مش كويس فتره طويله في الملعب؟ خلاص ربع ساعه تلت ساعه مش مأدي المطلوب منه وما بيقومش بالدور، المفروض يطلع على طول. انت لاعب مديله تعليمات معينه وتوجيهات معينه ما بيأديهاش بالشكل المطلوب، يتغير ان شاء الله بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعه. ما هفضل سايبه نص ساعه وساعه؟ ما بيغيرش قبل ساعه، ساعه وشويه كله. فليه؟ وبعد ما رضا سليم شاط، دخل طبعا زيزو جابها، وبقينا متعادلين. وبعدين بقى واحده بواحده بقى بيرسي تاو يشوط، ومحمد حمدي يشوط، الاتنين يجيبوا. وبعدين يخش يوسف ايمن اللي عنده ارتجاج في المخ، اللي معرفش ازاي الحكم حسب ما يقال انه رفض تغييره. والمفترض ان في الاكسترا تايم من حقك تبدل لاعب كمان وتنزل بداله، خصوصا اللاعب اللي بيجيله ارتجاج في المخ. الحكم رفض، وكان ده لو تم كان هيبقى من حق الزمالك يغير كمان لاعب، ولكن الحكم رفض. ولعب يوسف ايمن دخل ضربه جزاء، يشوط ضربه جزاء واحد عنده ارتجاج في المخ. يعني غريبه انه لعبها كمان، وكان اللاعب رقم 7. يعني في 3 لعيبه تانيين ولا 4 لعيبه تانيين بالحارس ممكن يشوطوا، فليه دخل يوسف ايمن برضو بدري كده؟ وطبعا ضيع. بس ربنا كرمنا بقى بصاحب اللقطه اللي ما كانش عليه الدور في الزمالك، اللي بيحب ياخد دايما اللقطه، الكابتن شيكابالا. قال لك بس دي كورتي، اخش انا بقى احطها شمال احطها يمين جون، واجري وللعيبه ونهيص وبتاع. لكن ما أردش ربنا ما أردش يزعل جماهير الأهلي الكبيرة في كل مكان. ودخل المعلم شيكابالا، وقدر الشناوي العظيم يصدها، في يعني رجع الروح تاني للفرقة. وطبعا ده بيدي معنويات كبيرة للفرقة اللي بتبقى حاسة انها خلاص بره الجيم. رجع المعنويات كلها للفرقة تاني، وقدر النادي الأهلي فعلا يكسب بعد كده. لما دخل بقى يحيى عطية الله جاب، ودخل مشلاك جاب، وبعدين دخل حسين الشحات برضو احرز، وبعدين دخل عمر جابر اللي حظه السيء حطها في العارضه، والحظ الاهلي وجماهيره الكويسه ان عمر جابر حطها في العارضه. وخلص الماتش بضربات الجزاء بنتيجه 7-6. بعد كده لعيبه الاهلي طبيعي لما عمر جابر يضيع ان اللعيبه تفرح، وضع طبيعي. انتوا كلاعيبه الزمالك لو كنتوا كسبتوا
لو كنتوا ما فرحتوش او ما عملتوش مظاهر فرح بسبب لعيبتكم المحتجزة، ده مفهوم. انتوا بتراعوا شعورهم وبغيابهم وان انتوا متأثرين وبتاع، ماشي. لكن ده ما يشترطش انه يعملوا لعيبة النادي الاهلي. انت في الماتش نفسه كان في لاعب من عندك واقع والاهلي طلع الكرة بره، وكان في واحد لاعب من الاهلي واقع وما طلعتوش الكرة وجريتوا بيها تجيبوا جون. وده انتوا مش جديد عليكم. ولعيبة الاهلي اعترضت ساعتها على زيزو وزقوه وبتاع، وزيزو خد بعضه وجري. فانت ما تجيش في الاخر عايز بقى اتنين لعيبه جري ورامي ربيعه وامام عاشور جاريين على الشناوي بعد ما الكره جت في العارضه، شيكابالا يجري وراهم وعايز يوقفهم. هو انت عايز تاخد لقطه وخلاص؟ يعني عرفت تاخد لقطه ضربه الجزاء، عايز تاخد اي لقطه برضه عشان تعمل منظر مع الجمهور؟ يا عم كفايه، اعتزل بقى يا عم، اعتزل بقى كفايه. انت ما بتأديش حاجه، انت بقيت احسن لاعب في مصر يسقف للعيبه ويسقف للاحتياطي ويجري يجيب الكره اللي بره. خلاص يا عم شيكابالا، ليك تاريخ حافظ عليه، ما تضيعوش في الاخر اذا كان ليك تاريخ زي ما جمهورك بيقول. احنا مش شايفين لك تاريخ بالمعنى يعني، انما زي ما جمهورك بيقول ليك تاريخ، حافظ عليه مع جمهورك. بلاش اللقطات اللي بتثير الناس دي وتجيب لك الكلام. الزملكاويه نفسهم دلوقتي كلهم بيحفلوا عليك، فانت عاجبك كده؟ طبعا الاهلي رجع والزمالك رجع، ولكن الكابتن حسين لبيب وامين الصندوق المندوه انتظروا في الامارات علشان يشوفوا طبعا مشكله الثلاث لعيبه، الاثنين لعيبه والمدير الرياضي الكابتن عبد الواحد السيد، عشان يشوفوا الموضوع هيوصل لايه. وان شاء الله هم عندهم جلسه يوم 29، نتمنى انها تخلص على خير وتكون في صالحهم ان شاء الله. والجانب الاماراتي يعني يهدى شويه في الموضوع. مشاكل كتيرة حصلت في الملاعب الإماراتية مشابهة، ما وصلتش للحبس والاحتجاز وإنه يتعمل فيهم قرار إحالة بالترويع والكلام ده ما حصلش. وكان في لاعب من العين ضرب مسؤول أمني برضو في الملعب واتغرم 150 ألف درهم، وانتوا غرمتوهم قبل كده 600 ألف. يعني خلاص كفاية، عايزين تعملوا ايه يعني؟ ولا الموضوع هيوصل لإيه في الآخر يعني؟ في الاخر لعيبه كوره فهمت غلط، صرفت غلط، عندهم رعونه، احنا نحاسبهم. انما ما يتحبسوش، والبهدله اللي انتوا عاملينها لهم دي ما لهاش لازمه. كفايه اللي هو اللي حصل يعني لحد كده. مفترض ان يوم 29 ده يخلى سبيلهم باي اجراء بقى حسب الوضع القانوني في الامارات يعني، بكفاله او. في النهايه الموضوع ده عكر الصفو المصري الاماراتي في رأيي. وما اعتقدش ان ممكن بسبب الموقف ده ممكن يتلعب سوبر تاني في مصر، حتى لو كان في تعاقد المفروض انه يتفسخ. ده رأيي. ما نلعبش السوبر المصري بره مصر. اللي عايز يبقى راعي للسوبر المصري يرعى السوبر المصري على الأرض المصرية. ايه المشكلة يعني؟ هو لازم يتلعب في ملعبه؟ مش لازم يتلعب في ملعبه. يقدر برضه يبقى راعي وهو هنا، ويقدر برضه ينقل في قنواته، ويقدر ياخد حقوق بس، ويقدر يعمل كل حاجة. والماتش يتلعب على ملاعبنا هنا وسط جمهورنا وشرطتنا وجيشنا وحالنا ومحتنا. ولا احنا بقى نضرب بعض نعمل بعض مننا فينا بقى. خلاص. واصلة ولا مش واصلة؟ عشان هي كده زيادة عن الحد يعني. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجمهوره. النادي الأهلي استحق الفوز. لعب مباراة كبيرة، شوط أول كان أكثر من رائع، كورة جميلة، أهداف كتيرة مهدرة. ولازم بقى الفترة الجاية يتشاف حل في موضوع الفرص اللي بتضيع، الفرص السهلة اللي بتضيع لازم يتشاف لها حل. عندنا ماتش العين، ماتش من أصعب ما يكون، وفي حد ذاته ماتش بطولة برضو. ده تالت ماتش بطولة يلعبوا الأهلي على التوالي، السوبر أفريقي السوبر مصري الأفرو آسيوية. فماتش برضو مهم جدا. اللعيبه مجهده، عندنا اللعيبه الليبرو كلها مصابه، رامي ويوسف ايمن، وحتى اللي بيلعبوا بديلهم احيانا زي خالد عبد الفتاح ومحمد هاني برضو الاتنين مصابين. فيعني ما عند ياسر ابراهيم اشتكى من الخلفيه.
فمش عارفين هيعملوا ايه يوم الاثنين ان شاء الله. نتمنى ان المصاب يقدر يلعب الماتش، يكون اصابته شفيت على بال ما يجي ميعاد الماتش يوم الاثنين، يوم الثلاث اسف. ويكون اللعيبه كلها في اعلى تركيز وجاهزيه ولياقه، لان ماتش العنب ماتش صعب مش سهل، عندهم لعيبه كويسه كتير. وكمان خط دفاعهم مش كويس. كل الكلام طالع، واللي بيتابع بمطوشة العين او بيتفرج لهم على مطوشة في الفترة الأخيرة، خط الدفاع في فريق العين مش كويس. فلو هنفضل نلعب بطريقة الفرص المهدرة دي، يبقى مش هنعمل حاجة برضو، مش هنستفيد حاجة من ان خط دفاعهم ضعيف، لان احنا اساسا هنقوم لهم بالواجب، احنا هنضيع الفرص اللي هتجيلنا. ان شاء الله الاهلي مبروك، ويأدي ماتش كويس قدام العين، ونقول بعديه مبروك ان شاء الله. وتصبح على الف خير ولكوا زي الفل.